التعلق او التحرر العاطفي. صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي وصل لك فيه الفيديو ده. انا ندى حشيش، لو مهتمه كملي الفيديو. ليه لازم نفك التعلق او نتحرر عاطفيا؟ ده مش معناه ان الحاجه اللي انتم متعلقين بيها او الشخص اللي انتم متعلقين بيه ده حد وحش او انتوا لازم تبعد عنه، ولكن هو مش وضع صحي ان انتي مثلا ايه هو التعلق اللي هو شخص او حاجه انتي لو شلتيها من حياتك هيكون ما عندكيش اي حياه. فده مش وضع صحي. انتي ما بتعرفيش تلبي احتياجاتك النفسيه او العاطفيه او احتياجاتك عموما كإنسان. ما بتعرفيش تعيشي من غير وجود الحاجة او الشخص ده. لو شلناه من حياتك، حياتك ممكن تنتهي. ممكن في ناس بيوصل مثلا معاها بالهوس او ان هي تنتحر، او اللي هو انا حياتي خلاص بتضيع من غير الشخص او من غير الحاجة دي، انا ما اقدرش اعيش. فده حاجة اكيد غير صحية نفسيا، بغض النظر الشخص ده شخص كويس او وحش. فك التعلق مش معناه ان انتي تشيل الشخص ده بره حياتك، او ان انتي ما تكمليش علاقتك معاه، او ان انتي تشيليه بره حياتك. فك التعلق ده ممكن يكون مع الابناء حتى. يعني انتي يعني مثلا ابسط مثال، هتلاقي اغلب الحموات اللي بيعملوا مشاكل بيكون بسبب تعلقهم الشديد بولادهم، فمش قادرين يستوعبوا او ان هم ادوا كل حياتهم لولادهم وما كانش عندهم حياة، فمش قادرين يستوعبوا ان ده كان واجبهم، فكده كده لازم يعملوه. ومش قادرين يستوعبوا ان المفروض ان ولادهم ان هم بعد كده لما يكبروا ويتجوزوا يستقلوا عنهم او يكون عليهم حياة خاصة بيهم. لا، هم لازم يكونوا مركز الحياة والدنيا كلها بتدور حواليهم، زي ما هم كانوا مخلين ولادهم مركز حياتهم، وبالتالي هم ما عملوش اي حياة تانية غير ولادهم. سواء عملتي عندك حياة تانية او غير ولادك، او سواء الاب او الام، انت عندك حياة تانية غير ابنك او بنتك او ما عندكيش، كونك ان انت اهتميتي بيه وراعيتيه ده واجبك، ده مش فضل منك عليه ومش مطلوب منه نهائي. سواء ابنك او بنتك ان هو يردلك الجميل، ده ملوش علاقة بعقوق الوالدين وان هو يرميكي في دار مسنين والقصة دي. لا لا، انا مش ده اللي اقصده. انا اللي اقصده ان ده واجبك طالما جبتي طفل من العدم للعالم، مطالبة ان انت تهتمي بيه وتراعيه. ده مش فضل منك، مش حاجة اللي هو يا تعمليها ما تعمليش، ده واجبك في كل الحالات. يردها لك ازاي؟ في فرق ما بين عقوق الوالدين وما بين ان هو يكون اللي هو ان انت تكوني متعلقه بيه، او ان هو يستقل بحياته. كون ان هو يستقل بحياته ده مش معناه ان هو بيعوقك، يعني ان انت لازم تبقي مدخله في كل حاجه في حياته، قاعده في مركز حياته، لا. فده مثال يعني للتعلق، ان انت مثلا مرتبطه بشخص عاطفيا جدا، لو شلنا الشخص ده من حياتك انت ما بقيش عندك حياه. سواء بقى الشخص ده ايا كان الشخص ده مين، صاحبه، شريك حياتك، ابنك، بنتك، ايا كان الشخص او الحاجه او عمل مثلا انت متعين، لو شلتي العمل او الشغل بتاعك من حياتك انت بقى ما عندكيش حياه. فانت كده بتستمدي قيمتك وبتلبي احتياجاتك من خلال الحاجه دي، مش من نفسك انت. فكده التعلق ده بيضرك انت. طب انت شايفه ان انت تمام وهتكملي حياتك كده ودي حاجه مش مضره، وتبصي تلاقي مثلا حصلت مع ناس كتير قوي فجاه آه شريك حياتك قرر ينفصل عنك، حياتك انتهت فجأة، ولادك كبروا ولازم يستقلوا في حياتهم، يسافروا او يتجوزوا او ان هم يشتغلوا في مكان تاني او كده، فمضطرين ان هم يستقلوا عندك، حياتك انتهت. فجأة شغلك ده اللي انت اديتيله كل المجهود ده وقرر ان هو يستغنى عنك، خلاص حياتك انتهت. انت متخيلة؟ انت ما عندكيش حياة تانية غيرهم. انت شايفة ان ده حاجة صحية؟ لو انت شايفة ان دي حاجة صحية والدنيا تمام وانت كده تمام وما تشغليش بالك بكل الكلام ده واطلعي بره الفيديو. لو انت بقى عايزه تحلي المشكله دي، طب هنحلها ازاي؟ اول حاجه، سواء لو الموضوع ده بيتكلم عن شخص او حاجه، يعني شخص معين في حياتك، فاول حاجه ان انت هتشوفي الفيديو بتاع العلاقات. ده فيديو اصلا بتكلم فيه عن ازاي ان انت علاقاتك كلها تكون متوازنه، وازاي تكون متوازنه وليه لازم علاقاتك تكون متوازنه.
ففي فيديو العلاقات بيتكلم عن الموضوع ده، سواء انت في شخص في حياتك او الشخص ده موجود في حياتك من غير الانفصال. طيب لو حصل انفصال، يبقى انت لازم تكوني اول حاجة واعية بمشاعرك، تبقي فاهمة ان اللي انت بتمري ده بيه فعلا تعلق، مش يعني مش ده الطبيعي، مش ده الشكل الطبيعي للعلاقات، مش ده الشكل الطبيعي لحبك للشغل، مش ده الشكل الطبيعي لحبك لحلمك او لطموحك. لا، هو ده مش حاجة طبيعية ومش صحية، وهتجهدك انت وبتستنزفك طاقيا. لو حد سابنا، يعني لو انت خلاص في حد انفصل عنك او لو مش موجود في حياتك وانفصل بشكل وحش، اول حاجة برضو من ضمن الحاجات انت لازم تعمليها ان انت اي وسيلة بتوصل لك اخبار عن الشخص ده او ان هو موجود عندك في السوشيال ميديا او ايا كان، اقفلي حسابك، غيري حسابك واستخدمي. لو انت مثلا فكرة البلوك دي انت شايفة ان هي مثلا ما ينفعش تحصل، او في اي حاجة، في ناس مثلا بيجمعهم شغل بيجمعهم حاجة، حاول ان انت قد ما تقدري تتجنبي ان انت تشوفي الشخص ده او تشوفي اي حاجة عنه. تمام. في كل الحالات بقى، في كل الحالات اهم خطوة ان انت بعد ما انت بقيتي واعية بمشاعرك، بقيتي واعية بمشاعرك ومركزة معاها واخدة بالك ان ده تعلق وان دي مش مشاعر صحية، ان انت تركزي على نفسك، ان انت يكون ليكي حياة، ان انت تعملي حياة. برضو مش هتكلم في النقطة دي كتير عشان دي تقريبا كل فيديوهاتي بتتكلم عنها، وبقولك تعملي ايه وتعملي ايه هنا وتعملي ايه هنا وتبتدي ازاي والشغف والذات. المهم ان انت الفيديو ده كان رسالته ان انت تبقي فاهمة ايه هو التعلق وليه لازم تفكي التعلق ده وتتحرري عاطفيا او وان انت لازم تركزي على نفسك ويكون لك حياتك، عشان ما تفوقيش مرة واحدة تلاقي نفسك لوحدك، تلاقي نفسك وصلت ان انت ما عندكيش حياة، تلاقي نفسك لا قدر الله بعد الشر دخلتي في اكتئاب، الموضوع وصل معاكي الانتحار، بقيتي تحولتي لشخص مهووس، او شخص مثلا بقى حبه او عاطفته او مشاعره بقت بتأذي الناس اللي معاكي او الناس اللي حواليك او الشخص اللي انت متعلقة بيه، فبالتالي دي مش هتكون علاقة صحية للطرفين. فهي دي الفكرة. في حاجات كتير انا المفروض كنت اتكلم عليها الفيديو دي، بس انا مش عايزه اطول الفيديو، خصوصا ان انا عشان اتكلم هبقى بعيد الفيديوهات. بس من اكتر برضو الفيديوهات اللي هتنفعك في الموضوع ده فيديو العلاقات، ارجعي له ازاي علاقتك تكون متوازنه. لو انت انفصلتي عن حد وعايزه تعرفي ازاي تشتغلي على ذاتك، فدي شوفي كل فيديوهات تقريبا القناه موجهه ليكي. بس احنا وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، يكون اضاف لك قيمه. اللايك مش هتعمل لك اي مشكله انت، بس هتفيدني انا كتير ان انا اوصل احسن مثلا لناس اكتر، او ان انا مثلا يجيلك تتفاعلي معايا فيجيلك فيديوهاتي اكتر. السبسكرايب برضو لو انت عجبك المحتوى بتاعي ما تنسيش تعملي سبسكرايب عشان يوصلك فيديوهاتي. لو عندك اي رأي مخالف للاراء بتاعتي او الفكره اللي انا بطرحها في الفيديو ناقشيني فيها، لعل وعسى اكون انا غلط، لان انا شخص انسان طبيعي بيتغير، وعيه بيتغير كل شويه، فانا نفسي ممكن اعمل لك فيديو كمان شهرين 3 بقول كلام تاني غير الكلام اللي بقوله، بس ده اللي انا واصله له في مرحله الوعي بتاعتي دي دلوقتي. فانت لو عايزه تزيدي الوعي حاجه، استاذنك ان انت تسيبي لي كومنت فيها وتناقشيني، انا مش ضد ده الموضوع طالما هنتناقش بمنتهى الادب من غير هجوم او نديه يعني او فرض عضلات. بس وصلنا لنهايه الفيديو، وشكرا، مع السلامه.